السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة طلبات الصف الأول الثانوي، إن شاء الله مكملين معاكم وهنبدأ حل تقييم الأسبوع الأول. التقييمات والأداة بتاعت الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني الأسبوع الأول. التقييم عندي طبعا أنتوا عارفين إن هو بيجي 3 نماذج، فإحنا هنحل ال3 نماذج. فأي نموذج يجي لك أنت تكون مستعد ليه إن شاء الله، ونكون نقفل الدرجة بتاعته مع بعض. التقييم الأول بيقول اقرأ الأبيات الآتية من نص البيت وطن ثم أجب عن الأسئلة. بيقول الشاعر: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، فقد آلفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غدرت هالكا. هنا الشاعر النص بتاعي هنا الغرض منه الشكوى، الغرض منه هنا الإيه؟ الشكوى. فبيقول لي حدد مما يلي المقصود بكلمة شرخ الشباب. شرخ الشباب في البيت الثاني معناها ايه يا شباب؟ معناها أوله ونضارته. أوله هو ايه؟ ونضارته. طيب بيقول استدل من الأبيات. السؤال الثاني بيقول استدل من الأبيات على استخدام الشاعر للتشبيه التمثيلي وبين سر جماله. احنا عارفين ان التشبيه التمثيلي هو بيبقى عبارة عن تشبيه حالة بحالة في وجود أداة التشبيه. يعني بشبه حالة كاملة بحالة كاملة في وجود أداة الايه؟ التشبيه، مش كلمة وكلمة. طيب فهنا بيقول ايه؟ فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غودرت هالك. طيب يبقى هنا بيقول استدل استخدام الشاعر. استخدمه. هنا قال ايه؟ قال شبه تعلق الشاعر بالوطن بتعلق النفس بالجسد. كده حالة بإيه؟ بحالة. طيب سر جماله إيه هنا؟ سر جماله دايما يا شباب التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمني، دايما سر الجمال حاجة واحدة بس، هي التوضيح. هي الإيه؟ التوضيح. يبقى سر جماله عندي التوضيح. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول اتضح أثر العصر العباسي على الأدب في الموضوع الشعري، وضح ذلك من خلال فهمك للأبيات. أثر العصر العباسي على الأدب في الموضوع الشعري. الموضوع الشعري اللي هو الموضوعات، احنا قلنا موضوعات العصر العباسي في موضوعات جديدة استحدثت وفي موضوعات قديمة تطورت. طيب غرض الشكوى اللي احنا قلنا عليه في الأول كده، الشكوى قديم ولا جديد؟ لا، الشكوى هنا ايه؟ غرض قديم واستخدمه الشعراء من العصور السابقة. طيب يبقى اقول له هنا ايه؟ تطور أو تطورت الأغراض القديمة زي في الأبيات إيه؟ غرض الشكوى. طيب وأقول له ممكن أقول له إيه؟ وظهرت أغراض أو استحدثت أغراض جديدة، أو استحدثت أغراض إيه؟ جديدة. السؤال اللي بعد كده بيقول قال أبو تمام، ده سؤال أدب، بيقول يا صاحبي تقصيا نظريكما، ترى يا وجوه الأرض كيف تصور، ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. هنا في أغراض جديدة قلنا ظهرت واستحدثت، زي غرض إيه؟ هنا غرض وصف الطبيعة. الشعر هنا بيوصف الربيع وأثر الربيع على الطبيعة، إنه خلاها خضراء وجميلة. فيمثل البيت غرضا شعريا جديدا ظهر في العصر العباسي. استنتج هذا الغرض. قلنا غرض ايه؟ وصف الطبيعة. طيب ايه سبب ظهوره؟ شيوع حياة الترف والرخاء. شيوع حياة الترف والرخاء. من موضوع العمل التطوعي اقرأ ثم أجب. بيقول ما من إنسان يجهل قيمة العمل وأهميته في استمرار الحياة ورقيها، فمنذ بدء الخليقة والإنسان يجعل العمل ومع تطور المجتمعات أصبحنا في حاجة ماسة إلى نوع آخر من العمل، ذلك العمل الذي نقوم به من أجل مساعدة الآخرين دون انتظار مقابل مادي أو معنوي. حدد علاقة فمنذ بدء الخليقة
منذ. ها، في هنا قبلها ايه يا شباب؟ فاصله منقوطه. الفاصله المنقوطه دي 90% منها الاجابه بتاعتي هتبقى تعليل. هتبقى ايه؟ تعليل. بيقول لك مفيش انسان بيجعل قيمه العالم واهميته في استمرار الحياه ورقيها، عشان كده منذ بدء الخليقه والانسان بيجل الايه؟ العمل. يبقى العلاقه هنا ايه؟ تعليل. قال المتنبي: لا تلقى دهرك الا غير مكترث ما دام يصحب فيك روحك البدن. اعراب كلمه غير ده اسلوب ايه؟ ده اسلوب استثناء. قلنا اول حاجه في اسلوب الاستثناء بحدد نوع الاسلوب. ها، في اداه نفي؟ عندي اداه نفي، يبقى الاسلوب هنا منفي. طيب منفي، عندي الاسلوب تم مثبت، تم منفي، ناقص منفي. طيب في اداه نفي يبقى الاسلوب منفي، يبقى ده مش تم مثبت. طيب اعرف منين هو تم ولا ناقص؟ قلنا ايدي على الا واللي بعدها. لا تلقى ظهرك، ايوه انا فهمت ولا ما فهمتش؟ لا تلقى ظهرك انا ما فهمتش. لو فهمت تم منفي، ما فهمتش ناقص منفي، فانا هنا ما فهمتش، يبقى الاسلوب هنا ناقص منفي. طالما ناقص منفي بعمل ايه؟ بحذف النفي وبحذف الاداه. بقت الجمله تلقى دهرك غير مكترث. مين اللي هيلاقي؟ انت. تلقى انت. ماذا تلقي؟ دهرك. كيف تلقي دهرك؟ غير مكترث. يبقى غير هنا تعرب ايه؟ حال منصوبه. لا يهان الا، برضه اسلوب استثناء، لازم اعرف نوع الاسلوب. في اداه نفي؟ والله عندي اداه نفي لا اهي، يبقى ده منفي. طيب شيل الا واللي بعدها لا يهان، فهمت حاجه؟ لا انا ما فهمتش، يبقى ناقص منفي. طالما ناقص منفي يعرب حسب موقعه في الجمله، شيل لا وشيل الا. يهان، يهان ده فعل مبني للمجهول، وطالما فعل مبني للمجهول يبقى هنا يعرب نائب فاعل. ونائب الفاعل يا شباب دايما ايه؟ مرفوع. طيب تعال نشوف فين بقى الكلمه اللي مرفوعه عندي. ذا، لا دي اسمها خمسه منصوبه. ذي برضو مجروره. ذوي منصوبه او مجروره، ما عنديش غير ايه؟ ذو. تمام كده؟ طيب نروح للتقييم باء او التقييم الثاني. بيقول اقرا الابيات من نص برضو البيت وطن. فبيقول: وحبب اوطان الرجال اليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك، وقد ضامني فيه لئيم وعزني وها انا منه معصم بحبالك، واحدث احداثا اضرت بمنزلي يريغ الى بيعه منه المسلك. هو الشاعر هنا بيشتكي من صحبة جاره. ليه جار، وربنا يكرمنا بصحبة الجار وحسن الجوار بإذن الله يا رب العالمين. جاره قعد يقرفه في بيته لغاية ما خلاه يعمل إيه؟ عايز يجبره إن هو يبيع بيته. فالراجل هنا الشاعر بيشتكي مر الشكوى، بيقول إن جاره دوت بدأ يحدث أمور في منزله عشان يخليه يبدأ يبيع بيته. فبيقول معنى كلمة ضامني، ضامني بمعنى قهرني. من خلال فهمك الابيات سمه من سمات الشعر في العصر العباسي، من حيث نركز لازم هو يتكلم عن حيث الايه؟ الالفاظ. طب الالفاظ كانت ايه؟ قال لي سهوله الالفاظ وبعدها عن الغريب. سهوله الالفاظ وبعدها عن الايه؟ الغريب. بيقول مال الشاعر في الابيات السابقه الى ربط السبب بالمسبب، اشرح ذلك ومثل. الشاعر هنا استخدم ربط الاسباب بمسبباتها. طب عمل هنا ايه؟ بصوا كده قال ايه فوق؟ وقد ضامني فيه لئيم وعزني واحدث احداثا اضرت بمنزلي. اقول له ايه؟ قال الشاعر: واحدث احداث اضرت بمنزلي. هنا جاره عمل ايه؟ قام الجار بأحداث ضرت بمنزله حتى يجبره على بيعه. دي اسمها سبب وايه؟ ومسبب. قال البحتري: دنوت تواضعا وعلوت مجدا فشأناك انخفاض وارتفاع، كذاك الشمس تبعد أن تسامي ويدنو الضوء منها والشعاع. استنتج من البيتين السابقين سمة من سمات الشعر في العصر العباسي من حيث المعاني. احنا
احنا قلنا من حيث الالفاظ سهوله الالفاظ والبعد عن الغريب. طب من حيث المعاني مالت الى العمق. مالت الى الايه؟ العمق. طب من حيث الخيال يا شباب تعقيد الخيال. تعقيد الخيال. فهنا بيقول لي الميل الى التعقيد اللفظي باستخدام الالفاظ، لا الكلام ده مش مظبوط، لان هنا كده بيتكلم عن الالفاظ. عدم التألق في ترتيب المعاني، لا المعاني كانت مرتبه. بساطه المعنى، المعنى بسيط، لا المعنى مش بسيط ولا سطحي. امال ايه؟ ميل الشعراء الى العمق في المعنى. قال ابو العتاهيه تخفف من الدنيا لعلك تفلت، والا فاني لا اظنك تثبت. الم تر ان الحلم للجهل قاطع، وان لسان الرشد للغي مسكت. هو هنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول تخفف من الدنيا، شيل عنك اعباء الدنيا. الدنيا فانيه، الدنيا فانيه. يبقى هنا الراجل ده بيتكلم عن ايه؟ الغرض الشعري. هل ده فخر؟ لا طبعا. هل هنا بيوصف؟ لا برضه. هل هو هنا بيمدح؟ لا. الاجابه هنا ايه؟ الزهد. من موضوع العمل التطوعي بيقول واذا ما امعنا النظر في طبيعه الشخصيه المصريه فسنجد انها تميل الى مساعده الاخرين دون ان يطلب منها مساعده، ونحن الان في مسيس حاجه الى تعميق هذه القيمه في نفوس ابنائنا، فالاعباء كثيره وكذلك المشكلات، ولن تستطيع الدوله وحدها حمل هذه الاعباء وتلك المشكلات، فلا بد من التعاون بين الافراد والدوله لاقتسام المهام. اقترح عنوانا مناسبا للفقره. الفقره هنا يا شباب بتتكلم عن ايه؟ الطبيعي ان احنا مثلا هنبدا نقسم القطعه دي لجمل بعد الفصلات كده، ونبدا نشوف الراجل ده عمال بيتكلم عن ايه. هنا بيقول لو دققنا النظر في الشخصيه المصريه، الشخصيه المصريه بتميل لايه؟ مساعده الاخرين. ان انا اساعد غيري ده اسمه ايه؟ ده اسمه التعاون. اهو اتكلم عنه اهو، قال التعاون. يبقى انا هنا ممكن اقول ايه؟ التعاون اساس المجتمع، او اساس بناء الايه؟ المجتمع. بيقول عامل الناس بالحسنى والا يكرهوك. والا يكرهوك. بيقول لي الا هنا اداه ايه؟ احنا اتفقنا ان الا ممكن تيجي اداه شرط، صح؟ وممكن تيجي اداه استثناء. طب امتى اداه الاستثناء في المستثنى اللي احنا خدناه؟ لازم يجي بعدها اسم. لازم يجي بعدها اسم. انما هنا الا جه بعدها فعل. فالا هنا يا شباب دي بتساوي ان زائد لا. ان زائد ايه؟ لا. ودايما بيجي بعدها مضارع، والمضارع ده لازم يكون مجزوم. خلاص؟ يبقى الا هنا عباره عن ان زائد لا وبعدها مضارع مجزوم. قال يكرهوك، ما قالش يكرهونك. فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف الايه؟ النون. يبقى دي بالنسبه لي هنا اداه ايه؟ اداه شرط. ولا هي اداه استثناء ما جاش بعدها اسم، ولا اداه نهي هو ما بينهيش، ولا حرف عرض. عرض بيبقى الهمزه فوق الا. قال الشاعر وقد سار في مسراك منها رسوله، فما سار الا فوق هام مفلق. في اداه استثناء في، يبقى ده استثناء. طيب هنا ايه؟ ما سار. ما سار هنا نافيه، يبقى الاسلوب هنا منفي. طيب تم ولا ناقص؟ شيل الا واللي بعدها. فما سار فهمت حاجه؟ لا. طالما ما فهمتش تبقى ناقص. طالما ناقص منفي احذف الا واحذف ما. سار فوق. فوق دي عباره عن ايه؟ مين اللي سار؟ هو سار ايه؟ فوق. فوق ده ظرف. فدي مش هتبقى مستثنى ولا خبر، هو ظرف. بس فوق ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ لا ده ظرف ايه؟ مكان، منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتح. نتنقل للتقييم رقم ج. اقرأ الأبيات التالية من نص البيت وطن. نفس النص برضو. بيقول وراغمني فيما أتى من ظلامتي، وقال لي اجهد في جهد احتيالك، من القوم لا يرعون حقا لشاعر، ولا تقتدي أفعالهم بفعالك، فجل عن المظلوم كل ظلامه، وقد كنفوس الكاشحين المهالك. اللون البياني في قوله وقد كنفوس الكاشحين المهالك، هي النفس. النفس ركز كده بتقي الإنسان، يعني حاجة كده بتحميه. النفس دي ممكن أحطها ستارة أو درع تحميني. قال لي لا، يبقى ده تعبير مجازي. ده تعبير مجازي. طالما تعبير مجازي أنا عايزك تكتبه كده زي ما كنا في إعدادي، كنت بتكتب صور كذا بكذا. فهقول له إيه؟ هنا عمل إيه؟ صور
النفس بدرع يحمي أو يقي. النفس هي المشبه، درع مشبه به. طيب تعال نشوف كده، النفس دي موجودة هنا؟ النفوس اهي، يبقى المشبه موجود. طيب الدرع ده موجود هنا في الجملة؟ لا. طالما المشبه موجود والمشبه به مش موجود، دي على طول ايه؟ استعارة. بيقول اعتمد الشاعر على الإقناع بالتدليل المنطقي في شكواه، وضح ذلك من خلال فهمك للأبيات. احنا لسه متكلمين في النموذج اللي فوق، قلنا ربط الشاعر السبب بالايه؟ بالمسبب. ربط الشاعر السبب بالايه؟ بالمسبب. فهي دي اسمه التدليل الايه؟ المنطقي. حط الاسباب والمسببات، يعني حط المشكله وسببها. مشكلته كانت ايه؟ ان جاره بيعمل فيه كده. ايه؟ ليه؟ عشان يبيع، يخليه يبيع بيته ويمشي بعيد عنه. خلاص كده؟ استنتج من الابيات السابقه مكانه الشعراء في ذلك العصر. بصوا كده بيقول ايه؟ ومن القوم لا يرعون حقا لشاعر، يعني الناس كلها بتدي حق الشاعر. يبقى هنا تقدير الشعراء، تقدير الايه؟ الشعراء، وعلو مكانتهم. طب ايه الدليل؟ من القوم لا يرعون حقا لشاعر. قال البحتري: وفوارة ماؤها في السماء، فليست تقصر عن ثاريها، ترد علة المزن ما أسبلت على الأرض من فيض مدرارها. فوارة ماؤها، احنا خدنا من الحاجات أو من الأغراض اللي استحدثت في العصر العباسي غرض وصف الطبيعة. هل أنا بوصف الطبيعة؟ لا. قال لي في عندي وصف الدور والقصور والنوافير والبرك. والنوافير والايه؟ والبرك. هي ايه اللي بيفور ميتها؟ نقف كده قدام النافوره نلاقي الميه طالعه من تحت الايه؟ لفوق. يبقى هنا وفوارة ماؤها، يبقى الراجل ده بيتكلم عن غرض ايه؟ هنا ما بيوصفش طعام، ولا بيوصف لهو، ولا بيوصف سفن، انما بيوصف الايه؟ النافوره. قال ابن المعتز: والنجم في الليل البهيم تخاله، عينا تخالس غفلة الرقباء، والصبح من تحت الظلام كأنه شيب بدأ في لمة سوداء. النجم والليل والصبح، دي كلها ايه؟ هل دي برك؟ لا، الراجل ده ما بيوصفش برك. طعام؟ والنبي ما حصل. لا، ما فيش من، يبقى الراجل ده بيوصف الايه؟ الطبيعة. طيب نروح، بيقول: اقرأ الفقرة التالية من موضوع العمل التطوعي، حدد العلاقة بين مقولة الكاتب فأنت عزيزي الطالب يمكنك من الآن مزاولة بجملة ولكي تنخرط في العمل التطوعي فأنت بحاجة إلى مران وتدريب العمل التطوعي. أنت النهاردة بيقول لك أنت يمكنك، بيقول عشان تنخرط في العمل دوت فأنت بحاجة إلى مران، إن أنت تتمرن وتتدرب على العمل التطوعي، فيمكنك بعد التدريب دوت إن أنت تزاوله. يبقى هنا ده إيه؟ كلام بيكمل بعضه، بيكمل ايه؟ بعضه. يبقى العلاقه هنا علاقه ايه؟ تكامل. قال المتنبي: لا تلقى دهرك الا غير مكترث ما دام يصحب فيك روحك البدن. نوع الاستثناء، اتفقنا نوع الاستثناء في نفي يبقى منفي، يبقى ده مش تم مثبت. شيل الا واللي بعدها لا تلقى دهرك. ايوه انا هلاقي ظهري ازاي؟ اقابل ظهري ازاي؟ ما انا ما فهمتش. طالما ما فهمتش يبقى ناقص، يبقى اسلوب الاستثناء هنا ناقص منفي. وبكده نكون انتهينا من اجابه تدريبات او تقييمات الاسبوع الاول، وان شاء الله مكملين مع بعض الاسبوع الثاني والثالث لغايه ما نخلص السنه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.